Nice work. خلاص التراك بقى اهو زي ما انتم شايفين، المفروض ان شاء الله تكمل على خير. الواير دخلنا بيه جوه الانيوريزم، عملنا بنسميه اوفر ذا انيوريزم او لوب اوفر ذا انيوريزم، دخلنا جوه، وده اتس فيري ريسكي بروسيجر بالمناسبه. طالعين بالواير اهوت، فردناه في الام 2 برانشز عشان ناخد جود اكسس. Dr. Basuni, is that another aneurysm at the MCA bifurcation at the M2, or is that a loop? It's hard to tell. Is there another aneurysm Okay. distal? I didn't see it before, thank you, Dr. Fawaz. I will take a run, another run. ارجع لي في cranial كده. It's another aneurysm. I can't tell if it's another aneurysm or just a loop, because the wire is very close there. So I mean, it's fine. You just need to make sure. No, it's just I think it's a loop. the origin right? of one of the perforators, yes. مصطفى انت معاك 5:30. ماشي يلا. محتاجها بالقضاء. يلا يلا. ماشي يلا. So now we will introduce the stent. لا ما ترجعش خليك موجود. اوكي يلا. الماركر فين؟ مصطفى الماركر فين لسه؟ كمل كده خلاص. زي تحت شويه، شوف السيستم زي تحت شويه. Now we are introducing the stents. هنستاذنك يا دكتور احمد، You ممكن can نكبر على see الشاشه how torsion. اللايف. ممكن نكبر عشان ممكن نزود اكتر من كده، وممكن نقرب كمان. ممكن ما قرب وهيزود ما عليه. قرب الشاشه. كمان 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 كمان. ممكن تقرب الشاشه. شايف كده يا احمد الشاشه قربت شويه، زوم عليها. لا يعني ممكن الكاميرا تيجي شمال شويه. وتيجي شمال شويه. ايوه تمام. يعني طبعا you can see احمد يعني how tortuous ربنا يكون في عونك. الاناتومي كله is very tortuous يعني. ممكن نزوم زي ما لكن كان عامل. الدليفري of the system is very difficult. ممكن نزوم كمان زي ما كان عامل يا دكتور احمد بعد اذنك. ممكن تزوم يا حبيبي، زوم بعد اذنك. لازم تكون كويس قوي.
Yeah, this is good. I was just going to suggest, now that you have more stability in the microcatheter with the stent in it, you may be able to advance your system. This is what we are trying to do. No, yeah, good job. But يعني this is the maximum. يعني we can get I understand, هنا الكاميرا ممكن yeah. تيجي هنا. I don't have enough length. I don't have more than this length. How long is your Sophia support? 115, 5 French. Got it, yeah. اسحب عليك شويه. زي ما انتم شايفين يا شباب الستنت ماشيه جوه المايكرو كاسترز. كبر. الستنت بدأت تفتح اهيت شايفين. رود ماب. اوكي. لا هات لي الفيو اللي احنا كنا عليه. دي رود ماب. خد انت. اوكي. ايوه. شمال سنه. الغي رود ماب كده. الغي رود ماب. التريك اللي الدكتور احمد عملها دلوقتي ان هو كان في لوب جوه الانيوريزم، وعشان يطلع من اللوب ده فتح اول ستراتس في الستنت وبدا يسحب القسطره والستنت ثابته كأن الستنت عامله هوك فوق، وبدا يشد القسطره عشان يفرد اللوب، وده اللي حصل. دلوقتي بيعمل ديبلويمنت الستنت وهي مفروده بدل ما كانت عامله لوب جوه الانيوريزم. دي الماركرز الديستال بتاعت الدعامه، ودي الدعامه بدات تتفرد. هو كل ما كان في سبورت الدكتور احمد بيطلع اهوت بالقسطره عشان يعمل مور سبورت. هي الفلو دايفرتور شويه بتحتاج مساج عشان تتفرد، فالدكتور احمد بيحاول يعملها مساج، بس كل شويه لازم يعمل سبورت اكتر بالصوفيا او الانترميديت كاستر. Dr. Basuni, I saw you captured it. Yeah. Are you unsheathing? Are you unsheathing or are you pushing it out? No, I know there's a lot of unsheathing it. Unsheathing it. Unsheathing it. Okay. Yes. I think Drivo is resheathing it. No, now I know you're resheathing, but I just wanted to make sure. Is it more like every flow diverter is a little bit different? Some are like like some primarily unsheathing, some are no, you have to actually push it. It looks like it's ribboning around the neck of the aneurysm, right? Yes. Yes. It's almost twisted from the neck of the aneurysm. هو الدكتور احمد عمل ريشيس تاني وبدا يعمل ديبلويمنت ديستال شويه عشان حصل هنا تويست في الدعامه،
فهي بدأت تفتح كويس اهيت ان شاء الله. So this is looking better. Yes. Maybe lock and pull back here. It may open it up. انزلي تحت كده، انا مش شايف سيستم فين. انزلي تحت شويه. زي ما انتم شايفين الانترميديت كاستر اللي هي المفروض تعمل سبورت بيحصل لها كيك باك كل شويه. المفروض ان هي تبقى هنا على اساس تعمل سبورت اكتر زي ما الدكتور احمد طالع. ايوه. This is the maximum support we can get يعني. Okay, that's good. عزازي مع سيادتك يا دكتور احمد. انا لو اخطئ صوتك يا دكتور عزيز. ايوه ايوه. Good. It's looking good. Yeah. starts to open. احنا التريك ان احنا نعدي النك والدعامه مفتوحه. هي عندنا هنا دي البوينت اوف نون ريشيسبل، يعني دي البوينت الاولانيه، دي البوينت دي لو وصلنا لها مش هنعرف نعمل ريشيس تاني للستنت، فبالتالي الدكتور احمد بيحاول على قد ما يقدر ان يبقى بعيد عن النقطه دي. وايوه تمام تمام. Okay, nice. Very nice. Good job. لف كده معايا بالفيديو. الدعامه لف معايا بالسيارة. الدعامه فاتحه خالص اكروس ذا نيك. ناقص لنا كده اعتقد اللي هو الانجل تانية. البروكسيمال بورت. Great. Really good. Very nice. What's this? بنديبلوي الديستال بورت. جميل جميل. So, Dr. Basuni, I call this the Cobra يا approach. خلاص احنا الدعامه كلها اتفتحت خلاص، البروكسيمال job. ماركرز بتاعتها اهي تمام، والدعامه كلها فاتحه. الحمد لله مفيش تويست، مفيش كينك، مفيش اي حاجه، والحمد لله. دكتور فواز. Good job. A fantastic job. Yes, I call yes, this the of course. Cobra approach. Where did you see how he opened it? It's very good. شايفين So he الstagnation? loaded it, and Yeah. as he put Yes. more load, he pushed the stent out. Okay. So it wasn't unsheathed. He put more load, and he just pushed it out. This type of stent just pushing. Just شغل. pushing. Yeah. Got it. Okay. صغر. اسحب عليك شويه. اسحب عليك شويه. تسلم ايدك يا دكتور احمد. الله يسلمك. A fantastic job. يس. شايفين الانيوريزم بدأ يحصل فيه ستاجنيشن، وده معناه ان الستنت في مكانها المظبوط وان هي ما فيش منها اي كومبليكيشن خالص. جميل جدا. Dr. think it's Basuni, good. Thank you. do you put patients on, so in aneurysms that are this large, I do two things. We give him Brilique and aspirin. Okay. But, Ticagrelor and aspirin. great. But I'm sure you gave heparin for the procedure. Heparin? During the procedure? Yes. He received about 10,000 heparin, 10,000 units. Because there is so much stagnation, I actually keep them Yes. on a very low dose heparin drip overnight. Yes, sometimes make sure if they we have don't- the strong stagnation, we give, yes. Because We this leave the patient on- for stagnation, the yeah, this stagnation is For the telling you head. that you have more inflow than outflow through the aneurysm. So it's at highest risk of stretching and it may rupture now. So I like to keep the blood very thin, at least 24 hours, or at least Yes. 12 hours overnight. I usually just do like 500 or 700 units of heparin hourly. Yes. It Yes. helps. And also my approach, I mean, this is different. It clearly worked. My approach is usually to anything, my threshold is anything more than 15 millimeters an aneurysm. I usually just deploy one coil. Obviously, this was very hard because the Yes. access was difficult, We- but I we- tried to promote more thrombosis in an aneurysm. Yes, So- of course, Dr. Fawaz, you are right. I do this back in all joint aneurysms, but in this case, it's impossible to deliver to have another delivery system and put coils. I agree. You need a but we very will large drive- system. You need like a microcatheter parallel to the Sophia to jail it, and it would be very hard, impossible in case.
in this case. So Yes. I would have done this exact same way. Good job, really good job. Yes. تسلم ايدك. Okay, thank you. Thank you. في اي كويستشن من الفلور يا جماعه بخصوص دكتور احمد؟ I think it's a standard diagnostic wire. I think is 035. The length? The diameter of long sheath that could have guider and wire. It is 8 French or larger. 8 French. 8 French can accommodate French or both se- the or wire 7, I and think it's the 7. guiding cluster. Shuttle's a 6. Yeah. Yeah. It doesn't matter. It could be 6 because he used a Sophia 5. No, yeah. Yeah. في اسئله يا احمد؟ هو مش سامعني ولا ايه؟ هو كان في الفلور بيسال، كان حد من الزملاء الدكاتره كان بيسال ايه السايز بتاع الواير اللي انت حضرتك عملت بيه هوكينج لللونج شيس، والسايز بتاع اللونج شيس نفسه. الواير اللي بتاع الدكتور شريف عمر طبعا ده استاذ الجراحه الاوعيه هو اللي عمل بيه لوبينج. ده كان 0.18 كان 0.18 انش. سامعني يا احمد مش كده؟ وصل يا دكتور يعني 0.18 مش الديagnostic حطينا لونج شيس 8 فرنش، وطبعا لان احنا سايبين الواير جوه اللونج شيس فصعب جدا ان احنا ندخل جايدر 8، فاضطرينا ان احنا ندخل شابرون 6 فرنش. وده خلانا مضطرين نستخدم صوفيا 5 فرنش، قصدي ندخلها جوه الشابرون 6 فرنش. الصوفيا الخمسه فرنش بتخش جوه الشابرون 6 فرنش. ثم استخدمنا المايكرو كاثر وباك بتوع اكاندس، استخدمنا المايكرو اللي هو سينكرو اس، واستخدمنا المايكرو كاثر اوف ذا فلو دايفرتر طولها 155 سم، وباك ودخلنا منها الدعامه اللي طولها اللي هو عرضها 5.5 في 25 طول. دكتور احمد 5.5 مللي. بما ان استاذنا الدكتور اللي كان مع حضرتك الاوعيه، ايه المشكله لو كان دخل دايركت بانكشر على الكاروتيد؟ المشكله ان احنا العيانه والبي كابت اون فيري هاي دوزز وهو انتي بليتس وانتي كواجيليشن. How are they going to close the brachial access? Angioceal, manual pressure, fellow stop? manual pressure. we don't have much strong angioceal in muscles. Egypt. Yes. Any questions? We will remove both sheaths manually. اوكي. السؤال تاني يا دكتور احمد، الهوكينج واير اللي كان داخل من الفرتبرال على فكره احنا لسه الحاجات موجوده. ممكن تجيب يعني ده الشيتس السته فرنش اهو. تمام. الهوكينج واير بقى طالع من الشيس، والواير طلع اهو نايتركس 18 ده نايتركس 18. وهنا اللونج شيتس ال8 فرنش ومتعلق منه الواير اهو الثاني، شايف هنا؟ هو الواير اللي هو النايتركس متعلق منه الواير الثاني. فالواير دلوقتي متعلق من الفيمورال للبريكيو، واللونج شيتس هو باك دلوقتي ستابلايز باك في البريكيو كفالك ترانك. ثم احنا دخلنا الشابرون جنب الواير وباك عشان باك السبيس مش هيسمح بدخول 8 فرنش وباك جايدنج كات. فدخلنا شابرون 6 فرنش ودخلنا من جواها صوفيا 5 فرنش. فانتاستيك. صح. احنا كده عملنا محور دائري يا باشا. يعني الصراحه محور صح. تسلم ايديك يا دكتور احمد. تسلم ايديك دكتور شريف. طبعا دكتور شريف تسلم ايدين حضرتك يعني. خلاص. في اسئله ثانيه يا احمد ولا خلاص؟ في اسئله ثانيه؟ في سؤال تاني يا دكتور احمد معلش. عايزين بس نشوف الرن بتاع الاورتيك ارش لو ينفع. هتبقى افيلابل الرن بتاع الاورتيك ارش. طيب حاضر، اديني بس فرصه دقيقه واحده وهوريها لحضرتك. احنا ممكن نرجع الرنات الاولانيه. عايزين نشوف الاورتيك ارش من تحت. وقف كده. ده الاورتيك ارش اهو باين. وده اول يعني ده الاورتيك ارش. لا معلش انا معايا كمان، احنا معانا فين السيتي انجو بتاع العيانه؟ في الاورتوفرك بتاع البيشنت
اورثوجرافي بتاع البيشنت، احنا عاملين سي تي اورثوجرافي للبيشنت، هنوريه لكم هيبقى يعني اكثر وضوحا كمان يعني. وده اول لوب. هنا في لوب 360 زي ما حضرتك شايفين كده. ممكن نطلع فوق كده. اللي بعده. اللي بعده. دي الخطوات اللي احنا كنا بنطلع بيها اللونج شيس عشان نستبدل في البريكيوفاليك. هنا باين قوي يعني، انا ما اعرفش باين هنا ولا لا يا احمد، زوم. اللونج شيس اهو، الواير النايتركس اللي مثبت اللونج شيس اهو، وده البروم واير اللي هو زيب واير باك 0.35. كمل. انت احمد سامعني؟ صوت حضرتك مسموع يا دكتور احمد. ممكن نجيب الاشعه بتاعت البيشنت؟ اشعه فين؟ اشعه العيانه فين؟ طبعا في انذر اجلي لوب عنيف جدا هنا كمان. معانا سيفيرلي اثروسكلوتيك. نقدر نشوف باين الصوره يا احمد ولا مش باين؟ تمام. يعني بص هنا ده الارس بريكيوكيفاليك، ده اللوب الاولاني اللي احنا عديناه. في لوب هنا 360 اهو، وطبعا اللوب سوباك اللي موجوده هو في الكافيرنس كروس الانيوريزم. اوكي. تمام يا دكتور هشام. Such a great maneuver for stability of the guide sheath. So I just want to make sure I have it in my mind correctly. So my understanding is that you have the shuttle was placed into the brachiocephalic, and then you had an 018 wire through the brachial artery that you retrograde advanced into the shuttle and out through the femoral piece of it, and then that was locked down with a TUI, and that was sort of the stable platform. Is that correct? Yes, that's correct. Again, yes, Sam. Again. So it's nothing's coming out of the brachial. This is the wire for. I see. So just a traditional buddy wire. Gotcha. Yes, it's a traditional buddy wire. It's a 0.8, yes. Awesome. Yes, and you are roughing it with this scissor. But so we make sure about that you see the sheet here is very stable. The long sheet is very stable because of the locking of the wire also from this side. You are locking the wire from here. You can see it. He put a sheath in and he found it through it. We ensure that the system that. No, I understood. We understood that part. The question is, how did you get it from to exit the shuttle and out into the other sheath that's going through the brachial? That in and of itself is very difficult. We just put a brachial sheath. ممكن ترجع. عشان بتكلموا. هو دكتور احمد بس عشان الناس كونفيوزد في القاعه، بعد اذن حضرتك احنا هنقول الستبس بالظبط. هو الجايدنج طلعنا بيها على الارش وخدنا منها الواير اللي حضرتك بتقول عليه 018 وريتروجريد دخلنا على الشيس اللي داخلين منها من الكابيتال فوسا او البريكيال. تمام كده؟ طيب اول حاجه بس يا بص يا محمد، اول حاجه دخلنا بقسطره عاديه خالص فيرتبرال جوه البريكيال ارتيري. تمام اهو شايفها، انا صباعي عليها على بص. انا معاك بالبوينتر اهو. تمام. دي الفيرتبرال كاستر عاديه اهو، دي فيرتبرال عاديه خالص. داخلين بيها فيمورال. اللي بعدها من الفيمورال ولا من بريكيال؟ لا فيمورال، داخل فيمورال. ما هي دي بص فيمورال. داخل بيها فيمورال. تمام. داخل بيها تمام. الخطوه اللي بعدها دخلت الشيس من البريكيال ارتي، شايفه؟ تمام. الشيس اهو. تمام. دخلت البريكيال شيس عليه خالص. الشيس اهو، بص الشيس اهو. تمام، شايفينه مظبوط. تمام. الخطوه اللي بعدها الواير عادي، الزيرو 35 واير العادي بتاعنا. ايوه. بيخش باللونج شيس المحطوط. اللونج شيس اهو، انتوا بس يمكن تكون ده مش باين. اهي شايفها اللونج شيس اهو. صباعي على اللونج شيس اهو، شايفه؟ صباعي على اللونج شيس، شايفه؟ لونج شيس منين؟
الشيس. اسف مش رونج شيس، البريكر انا متاسف. ماشي. البريكر شيس اهو، البريكر شيس اهو. داخل ريتروجريد من الفيرتبرال كاستر لحد ما تخش على الشيس اللي هي في البريكيال. الواير ده هيطلع من الشيس. تمام، يبقى ريتروجريد على الكيوبيتال. تمام اهو شايفه الشيس خرج اهو. تمام، انتوا فهمتوا كده بالظبط. والواير طلع منه بره. اول ما الواير طلع منه بره احنا ثبتنا الواير ده جامد جدا. طب دكتور احمد معلش، الواير ده بيعمل 60 سم. الواير ده ستريت تيب عشان يخش في الشيس. لا جي شيفت بس بيخش بالنافيجيشن بيخش. انا بقى متعود مع الشيف على القصه دي، فانا كنت لازم تفتحها. ثبت الشيف كويس جدا. You have to open it. You put an introducer, you open it up. It's doable. انا اقصد ان هو لو هو كيرفد عشان ادخله في الشيس من ريتروجريد. Yeah, you can navigate. You can navigate. You put like a 45 and it would straighten in the. اهو النافيجيشن اهو عايز تفهم. الخطوه اللي فاتت النافيجيشن اهو يا شيف. ارجع انا ورا. معاك. اللي بعدها اهو شريف. محمد النافيجيشن اهو. بص تمام، النافيجيشن معاك. اهو الشيس اهو الشيس اهو. ايوه الشيس بص انت لو صباعي ده صباعي بثبت الشيس. ايوه دخل على طول في الشيس. ده صباعي انا كنت بثبته الشيس عشان الشيس ما يلعبش. I ايوه think ايوه. this is a very interesting maneuver. very interesting maneuver. It is very hard to do. You're making it sound like it's easy, but it's not. And you're using some manipulation with your hands. Is that right? By To get the the way we do it a trajectory. lot, by the way. بعد كده يا دكتور احمد حضرتك شلت الفيرتبرال كاستر دي انت مش عايزها. شلتها والواير انا مثبته من دراع العيانه. الواير طلع من دراع العيانه. تمام. الواير طلع من الشيس اهو. تمام. مثبته والواير 260 سم فطلع برضه من الفيمورال ارتري. طالع من الفيمورال والبريكيال. طلع تمام. من الفيمورال والبريكال دي طلعت عليه لونج شيس 8 فرنش. تمام وهو مشدود زي حبل الغسيل بالظبط. فاهم قصدي؟ تمام. انا بس أهو، استاذن شايف؟ حضرتك، انا هعمل ديمونستريشن عليا عشان الناس اللي موجوده تفهم بس احنا عملنا ايه. هو الدكتور احمد احنا دخل فيمورال بانكشر عادي خالص، ودخل بدايجنوستيك كاستر الفيرتبرال عادي خالص، خد الارش بتاعنا وراح على البريكيوكيفاليك ودخل بالواير وهو حاطط شيس تانية هنا. تمام كده، دخل بالواير لحد ما دخل في الشيس التانية، بقى الواير طالع من الفيمورال وطالع من البريك. تمام كده، بقى عندي لو تلاحظ طرفين. هنا الواير كان ساب مني لحظه. بص ارجع للحته اللي فاتت دي. لو تلاحظ هنا الواير كان ساب مني لحظه يا شريف. هي عزازي الواير كان ساب مني لحظه. فشوف التنس دي لان من بره وهو دايس وانا ماسكه الكاميرا ساب مني ثانيه. تمام. انا كنت ماسكه. فشوف الشيس قام طالع بره ازاي. احنا اهم حاجه ان الواير يكون مشدود كويس جدا على الناحيتين تمام عشان نضمن ان السيستم يقسمه تماما. تمام. بعد كده خلاص انا بقى عندي طرفين للواير، شلت الفيرتبرا اللي هي الدايجنوستيك العاديه خالص وبدات اخش بالجايدنج. فبقى عندي تراك الجايدنج هتمشي عليه، هو تراك ما فيش، هي متثبته من ناحيتين كاني شادد زي ما الدكتور احمد بيقول كده حبل غسيل وبدكك عليه. انا في الظروف العاديه الشيس ده هيقع مني، بس ما بيقعش لان انا مثبته من دراع العيان. تمام تمام. فنزلت بعد كده انا طبقت بيه ال 3.5 واير وطلعت عليه بشابرون مايكرو شابرون جايدنج كات. تمام. So this is very interesting, and I think I understand why you did it. I think obviously this would limit your ability to get the guide any higher than the brachiocephalic at this point, of course. You're jailed in the brachiocephalic, and that's probably why you ran out of length with the 115. There's no other explanation. But I understand why you did it. It makes perfect sense. And it gave you the stability you were looking for. It's a really very smart idea. Actually, I think I'm going to do this as soon as I get back home. I don't want to belabor this point, but I noticed, Dr. Basuni, that when you were trying to recapture the wire into the brachial artery, you had your hands manipulating the brachial artery. Is that correct, to try to get the trajectory? I am just trying to stabilize the sheath. Stabilize the for sheath. him. Yeah. But stabilize the sheath, so it makes the sheath, the brachial sheath stable. But just making the brachial sheath stable, so that we can, he can navigate and go through the sheath. You understand me, Sham? Understood. I'm stabilizing the sheath for him like this. Right. Like this on the floor.
Yes. Right. I'm seeing it on the floor, and I stabilize the sheath for him. Yes, yes, So that yes. you can introduce the wire inside the sheath. Yes, I think that maneuver helped you find the sheath, it sounds like. Yes. Yeah, You yeah. can see it now. You can see it now on the screen. Yes. You can see it now on the. Yeah, 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 right here. Yes. Oh, yeah, Dr. Basuni, has this maneuver been described in the literature, or is this a manipulation you've just organically found to be useful? We can write it a paper, Yashim. Dr. Ba- Okay. Just put my name at the Sharif Omar. It's a case report to Dr. Ahmed. Mohammed, yeah. Okay. Thank you. Other questions? Any questions from the floor? How is the patient? Still under anesthesia. She's still sleeping. مش عايز اصحيها عشان نشوف. She's still sleeping. Okay. And the stent is here. This is live. This is live. Still live. Yes. The stent is here. So I have this issue with anesthesia, my anesthesia team. As soon as I'm done, I'm like, I want the patient to wake up. Right now, you wake me. Before you finish. No, not to that extent. By the way, دكتور احمد ممكن بس اخر حاجه عشان نقفل السيشن، ممكن بس اخر صوره عشان نشوف بس الاي سي اي. اخر صوره اهو بيمشي كله اهو، بس انا زي مصور الفل. من بعيد قوي دلوقتي كتير. ممكن 27 سم. 27 سم. I will take another بس طبعا it's from the break كفايه يا محمد. ها وريهم الشيت فين دلوقتي؟ انزل تحت وريهم الشيت فين؟ محمد بريك شايف الشيت فين؟ شايف الشيت فين؟ ايوه تمام. انا هاخد بقى الرام من هنا دلوقتي، بس خليه زي ما هو. اوكي. بيرفكت. يقول ايه فيه؟ بيرفكت. صح يعني. فيها فينس ستينوزس يا دكتور احمد، ممكن تدخلها سيشن ثانيه. نعم. خلاص يا باشا، انت عرفت الاكسس خلاص بقى. I think this case really highlights the importance of the actual flow diversion, the portion where you're deploying the flow diverter. This wasn't easy, but it could last like 10 minutes. But access is the most important thing. If you don't have access, you don't actually have a case. I have a lecture about that. Oh, about access? Fantastic, excellent. بيشيل البريك. تعالى انت يا بابا، انت اللي جوه، تعالى شيل البريك. هم عاملين مانيوال كومبريشن. خلاص هو كان ستوب بقى ده خلاص. خلاص احنا خلي بالك احنا لسه لايف. احنا بس طيب. لا مش دلوقتي. No, I think we are closing this session. We have a break, and we will continue the session after 10 minutes break. Thank you for the floor. Thank you.